النهارده يا جماعه ان شاء الله هنتكلم في موضوع، يعني انا ما كنتش حابب اطلع اتكلم فيه لانه بصراحه موضوع مقزز. اللي انت بقيت تحس اللي انت بتتكلم في حاجات غريبه عن مجتمعنا، ان واحد يطلع يعني تطلع تبيع جزء من جسمك عادي جدا. بقت حاجه عاديه جدا في مجتمعنا المصري، والحجج بقت كتير. حجج الظروف، حجج المعيشه. طبعا الكلام ده كله حرام شرعا ودينا، والبعد عن ربنا يا جماعة هو اللي خلينا نعمل الكلام ده كله، وثقافة الشعب. في حاجات غريبة بقت تحصل في مجتمعنا المصري اللي هو بطبعه متدين. كل ده يا جماعة عشان لازم نخلي بالنا من أولادنا ومن الجيل اللي طالع، واتخاذ قدوتهم. حتة الحديدة التليفون ده اللي مدمر الدنيا، ونسيب عيالنا ونسيب نفسنا للتليفون، بحيث عيالنا ياخدوا اشكال، استغفر الله العظيم يا رب، يعني اشكال لا تنفع ان انت تاخدها قدوه لاولادك. بتبص تلاقي اولادك بيتفرجوا عليهم وبيسمعوهم. حاجات غريبه بقت تحصل. الريتش بقى هو المغزى للناس كلها، مع ان ربنا سبحانه وتعالى مش خالقنا عشان كده. ربنا مش خالقنا عشان الريتش ولا عشان نبيع اعضائنا. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لازم تحافظ على نفسك وتحافظ على قوامك وتحافظ على دينك. ربنا خلق عشان تعبده في الدنيا دي، مش عشان الريتش. المهم هنخش في موضوعنا. انت في اسامي غريبه مقززه كده، انا كاتب مثلا مكة ومساجدة، حديث الساعه في مصر، وسوزي الاردنيه، وليلى مقلد، وسلمى الرحال، ودينا مراجيح، ومش عارف بتاعت شاي وبتاعت قهوه. المهم يا جماعه من فتره كده ظهر علينا بنت اسمها مروه، تدعي نفسها اللي هي بنت حسني مبارك، مع اني ما اعتقدش الكلام ده صحيح يعني. المهم هي بتدعي وطالبه تحاليل دي ان ايه، ولسه الموضوع في التحقيقات، كل حاجه هتبان ان شاء الله. المهم مروه دي طلعت من فتره كذا يوم تتكلم في تجاره الاعضاء، وتقول شيكا الله يرحمه اللي مات ده، اللي كان لاعب في نادي الزمالك وكان بيقول عنده السرطان وكده، بيقول لك مات عشان باع كليته والكبده لواحد من الامارات. المهم التصريحات دي قلبت الدنيا ودخلت فيها وفاء عامر وناس يعني مشهورين في المجتمع المصري. تم القبض عليها واعترفت بالكلام ده كله. واللي جاينك بقى وفاء عامر النهارده هربت، سافرت خارج البلاد. يعني طب انت بتسافري لو انت ما انتش مشبوهه، اكيد انت عليكي شبهات ما دام سافرتي وهربتي. وطالع المحامي بتاعها بيقول ده هربت عشان نفسيتها تعبت من اللي بيحصل. كلام يعني كلام مش منطقي يعني. المهم تم القبض على ام مكة دي ومساجدة، واخدوا 4 أيام على ذمة التحقيق دلوقتي. يقول لك واحدة فيهم ام مكة دي شغالة في الفسيخ، يقول لك انا بكسب 120,000 جنيه في اليوم. بتحسنا اللي فسيخ دهب مش فسيخ معفن يعني، زيها لا مؤاخذة يعني. وام ساجدة يقول لك مش عارف وسيطة مش عارف لايه، ومعاها راكبة عربية مرسيدس ب4 مليون، ومش عارف لهم كل واحدة لها فيلا. مش المهم حوارات كده غريبة على مجتمعنا، حاجات غريبة بتحصل. ويطلع لك واحد مصري راجل غلبان، انا اسمعوه كده. مبارك اقسم بالله كلامها صح. وفاء عامر ومساجدة كان الوسيط بتاعتي ان انا من ضمن الواحد ان انا بعت كليتي. انا بعتها فعلا عن طريق مساجدة. مروه كلامها صح، ولو كتاب الشرع عايز يثبت عايز اوريها لكم هوريها لكم. اقسم بالله زي ما بكلمكم كده دي تبع مساجدة، بعت كليتي تبع وفاء عامر. بخصوص تقريبا واحد اسمه اليكس هو اللي اتكلمني في الموضوع ده، لان مروه حسن مبارك كلامها صح. الكلام تجاره الاعضاء بتاعت وفاء عامر ومساجده ومروه كلامها صح على الناس دي. انا بتكلم بجد، انا اول واحد اظهر اهو اللي انا من ضمن الناس اللي هي باعت كليتي وكانت وسيط بصراحه ربنا.
شفتوا يا جماعه، بقينا يعني وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا نطلع كشعب مصري، نطلع نتكلم انا بعت كليتي و وفلانه وفاء عامر الوسيط وممكن الوسيط عادي. الموضوع بقى يعني اللي هو بيحسسك ان الموضوع عادي، الناس كلها بتعمله يعني. تمام. المهم واحده طرف ثالث برضو اسمه ليلى مقلد، دي اللي بيقول لك دي اللي تدفع الفلوس وتروح للضحايا عن طريق الوسيطه اللي هي واحده اسمها سلمى الرحال. سلمى الرحال. سلمى الرحال دي لو تفتكروا اللي هي كانت بتاعت شاي وقهوه من فتره قصيره، دلوقتي اصبحت صاحبه شركه عقارات استثماريه وفيلا في التجمع وعربيه 5 مليون وحسابات في البنك وتيجي ويصوروا نفسهم على برنامج التيك توك اللي ودى الناس في داهيه ده. ومش عارف الامير فلاني بعت لها مش عارف كيلو ذهب، وهو يا باشا متصور اهوت وده هديه من امير يا جماعه في حوارات وفي حاجات، في مشاكل كتيره قوي. لازم الداخليه تحط ايديها عليها، ولازم البلد بصراحه لازم يعني نشوف الناس دي ونصحصح للناس دي، ولازم نعمل قيود على الناس اللي طالعه تخرب في البلد دي. نعمل قيود على المهرجانات، على مغنيين المهرجانات، نعمل قيود على الممثلين اللي بيطلعوا يفسدوا في عقول شبابنا والجيل اللي طالع اللي راح في داهيه بسبب الناس المقززين ديت. الناس دي يا جماعه البلد سايباهم ليه يعني؟ الناس دي يا جماعه بره، الناس دي حرفيا مش عايز اقول لكم كلمه يعني، لا مش كده يا جماعه. لازم الدوله تفتح عينيها على الناس دي ويحجموهم، ويحجموا برامج فساد زي برامج التوك توك دي. ولو اي برنامج حسيت اللي هو بيفسد في عقول شبابنا وجيلنا، حجمه انت كبلد وحكومه، حجمه. فين دور مجلس الشعب يا جماعه؟ فين الحكومه يا جماعه؟ لازم يبقى لها تصرفات اقوى واكتر من كده. احنا بنشوف البلطجه دلوقتي في الشوارع عادي جدا، معلش يعني. البلطجه بتمشي في الشارع، عيال مسرسجيه، عيال كله عايز يقلد كله وخلاص. ما ينفع. احنا مجتمعنا المصري ما كانش كده يا جماعه، مجتمعنا المصري ما كانش كده نهائي. لازم نقطه من اول السطر، لازم نقطه ومن اول السطر. حبيت اتكلم بس في الموضوع ده لان موضوع رغم اللي هو مقزز لكن موضوع راي عام. وبصراحه لازم كل واحد يخاف يعني، حتى يعني هقول لك ايه، خاف على عيالك في البيت. خاف على عيالك لما تبعت ابنك مشوار مثلا، الواحد بقى يحط ايده على قلبه. ان بيقول لك كمان من ضمن الحاجات اعتراض الاعضاء ديت اطفال الشوارع نفسهم اختفوا. فكروني الفيلم بتاع اللي كان عامله سعيد صالح ولا كان اسمه ايه، الفيلم بتاع اللي كان قايم بدور بلطجي ومعاه واحد من الشوارع يعني، راجل من الشارع ملوش اهل، هو في الاصل كان دكتور وفقد الذاكره وكان في الشارع وخد اعضاء وخد عينه، بعد كده خد اعضائه الداخليه وبعد كده الراجل مات. يعني دي كلها كانت مجرد، كانت بالنسبه لنا افلام بنتفرج عليها ونضحك او نقول لا حول ولا قوه الا بالله. دلوقتي بقت حقيقه في المجتمع المصري، دلوقتي للاسف بقت حقيقه في المجتمع المصري، والناس بتطلع تتكلم عادي يا جماعه. واللي بيعمل الكلام ده بيهرب، يعمل الكلام ده ويهرب. يعني مش كفايه النصابين، البلد اتملت نصابين على المواقع وفي الشوارع. بيبقى صاحبك وزميلك وواكل معاك وينصب عليك وياخد فلوسك وعارف اللي هو مش هتطول فيه حاجه. انا واحد من الناس برضو اللي اتعامل معاها المواقف ديت. يعني الدنيا، المجتمع المصري اتملى فساد، المجتمع المصري اتملى فساد. ليه؟ عشان الناس بقت تدور على الدنيا، بقت تدور على الريتش، اي طريقه ايا كانت، بيع اعضائه، بالنصب، بالسرقه، بالبلطجه. ما عادش فيه حد ما فيش تقويم، التربيه بقت صعبه. علشان دلوقتي انا بشوف ناس ما بتعرفش تتكلم مع اولادها ما بتعرفش تتكلم معاهم. صدق بحكي لكم على وقائع. يجي موضوع السرطان ده وموت الناس من السرطان. يا جماعه السرطان ده، انا مش انا حصلت لي واقعه مع والدي الله يرحمه.
توفي بسبب السرطان. الكلام ده كان 2015 2014 2015. انا ايامها كنت مسافر، فقعدت عشان اجري بيه واشوفه. ما كنتش اعرف السرطان لازم عمليات، لازم كيماوي، لازم مصاريف. صدقوني والله العظيم قسما بالله اتضح لي بعد كده الحوار كله سبوبة. حوار السرطان ده يا جماعة سبوبة. اسمعوا مني، اي حد يعرف حد عنده السرطان قول له اقعد مكانك، ما تمشيش ورا كلام الدكاترة الا في حالات معينة. بلا علاج اشعاعي، تاخد اشعاعي، تاخد كيماوي، انت ميت. انك لميت قدام لميتوه. دي سبوبة يا جماعة. ما تحطش مشرط في جسمك بسبب السرطان. ما تحطش مشرط في جسمك بسبب السرطان. دي خلايا سامة، خلايا ميتة في جسمك. جسمك بعد كده بيقدر يتعامل معاها باسلوب معين. لو اتبعت اساليب معينة واتجهت لله وقلت يا رب، واتجهت لاساليب معينة في حياتك، وفي امور اكلك، وفي الحوارات دي كلها، والله العظيم صدقوني حتى لو ما راحش الجسم هتقدر تتعايش معاه اكتر ما تروح تفتح وتبوظ جسمك وتبوظ دنيتك، والدنيا بتبوظ منك وتاخد كيماوي، وانت اصلا ما فيش حد فينا يعني قد الكيماوي ويستحمل كيماوي الاشعاع. الكلام ده بيستعمل في المفقعات والكنابل يا جماعه. الجسم يستحملها ازاي؟ خلينا عندنا منطق يعني. دي سبوبه. موضوع الدكاتره اللي بتعمل عمليات نقل الاعضاء دي يا جماعه لازم تتجاب وتتحاسب، عشان دول اس الفساد. الدكاتره دولت الدكتور اللي يعمل عمليه نقل اعضاء او سرقه اعضاء عشان برضو الريتش، وعشان يجي ناس من بره بلاد عربيه. اللي في البلد العربيه دي مش احسن منك، مش عشان هو معاه فلوس احسن منك. ما تبهدلش نفسك وتبيع اعضائك وتبيع جسمك عشان خاطر ريتش. ما الفلوس هتروح، صحتك هي اللي هتروح وانت هتموت بعد كده، زي ما بيحصل قدامكم بتشوفوا. انا هوريكم فيديوهات، يعني بصراحه فيديوهات مقززه، انا بالنسبه لي مقززه. بس الناس، انا بتكلم على الحساب وثقافه الشعب. ثقافه الشعب المصري ليه يا جماعه اتغيرت؟ ليه ثقافتنا اتغيرت؟ عشان ايه؟ عشان كل ده، عشان الريتش يا جماعه. ملعون ابو الدنيا، يعني الدنيا دي اسمها الدنيا ميت دناوه. ظروفك صعبه اتجه لله وربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. ليه تفكر تروح تبيع عضل؟ ليه تفكر تمشي ورا عالم يعني اقل حاجه تتقال عليهم ناس بعيد كل البعد عن ربنا، ما يعرفوش حاجه اسمها ربنا اصلا. الدكتور ولا الممثله ولا البت اللي طالعه على التيك توك ديت وتبين وشها وتقعد صوتها وتبين جسمها. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ احنا وصلنا ليه كده؟ للاسف الشعب بيتفرج على الناس دي، وهو اللي بيعمل الناس دي. الناس بره بيبقوا هم عاوزينك كده. الناس الدول دي عايزاك تبقى كده. الغرب عايزك تبقى كده عشان ما يقوملكش قومه. الدنيا مش كده يا جماعه، الدنيا مش كده خالص. الدكاتره دي حلقه من الحلقات، وحلقه مهمه جدا. الدكتور اللي اتكشف بيعمل حاجه زي كده يا جماعه، رجاء وزاره الداخليه تعمل شغلها، تجيب الدكتور ده وتشوف مين اللي، ان هو دي حلقه من حلقات، تشوف مين اللي اعلى منه. الموضوع مش كل مره بيقف عند حلقه معينه، حلقه الضعفاء اللي تحت. الناس دي كلها مجرد سماسره، يعني الاسامي دي كلها وفاء عامر ومروه والناس دي، وام مكه وام ساجده وليلى مكلد وسلمى الرحال، والناس دي كلها دول مجرد وسيط. دي الناس دي سماسره، دي سماسره. الناس التقيله بقى يا جماعه المفروض تيجي ان شاء الله. واتمنى من التحقيقات، من وزاره الداخليه في التحقيقات، ان الموضوع يتعامل صح بقى، ونجيب بقى الناس التقيله اللي ورا المصايب ديت، ورا تجاره الاعضاء دي وتجاره المخدرات واي حاجه بتبوظ مخنا ومخ الشعب المصري ومخ شبابنا. لازم يا جماعه بصراحه لازم نقف وقفه صح مع الناس دي، والناس دي تيجي وتتحاسب اشد الحساب. لان كده لو احنا استمرنا على كده يا جماعه، البلد هتروح في داهيه بصراحه. البلد هتروح في داهيه. احنا ماشي، احنا كويس، احنا الحمد لله بلد عندنا جيش قوي، بلد بتحاول تقف على رجليها. بس ثروتك هي ايه؟ شعبك. في الاول والاخر ثروتك هي شعبك. انا هنزل لكم شويه فيديوهات بصراحه، يعني انا هنزلها انا شايفها فيديوهات مقززه بس عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. ولو في اي جديد في الموضوع ده انا هطلع ان شاء الله بعد التحقيقات عشان ما نسبقش حوار التحقيقات. ووزاره الداخليه لسه بتحقق، واحنا على ثقه كبيره من وزاره الداخليه ومن
اختها المصريين. فاي جديد ان شاء الله هطلع، لو في اي جديد هطلع اقوله لك ان شاء الله. السلام عليكم. دول بعدهم لك روحي لعم احمد اديله 2000 جنيه ماشي، اديله 2000 جنيه ما شاء الله، وبصي على الشقه وبصي على الدنيا وكده. في سويسرا بتتعالج، قالت لي زي ما روحش الدنيا مش هتقطع. دلوقتي في سويسرا بتتعالج ونازله تعبانه في سويسرا، هطلع معايا على التليفون. كل حاجه بقى اللي بتعملي كل حاجه، هتنزل تعمل لك كل حاجه بالظبط طول حياتك، هتنقلك نقله ثانيه. هتيجي تظبط لك الدنيا وتعمل لك سيراميك وتظبط لك الشقه وتجيب لك تكييفات وتخليك حد كويس.